السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول الإعدادي معاكم مكملين عشان نكمل منهجنا، وإن شاء الله النهاردة هناخد درس الحال ونبدأ فيه جزء جزء. هنبدأ من أول حال المفردة وبعد كده الحال الجملة وبعد كده حال شبه جملة. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحال، إيه هو الحال يا شباب؟ قال لي الحال هو اسم نكرة. الحال إيه؟ اسم نكرة. يبقى الحال دايما بيكون اسم، خلاص كده، ونكره. نكره ما يجيش فيها الف ولام، ما يجيش في اخره ضمير. اسم نكره منصوب، يبقى الحال دايما منصوبه. خلاص كده، اسم نكره منصوب بيجي يعمل ايه؟ قال يبين هيئه صاحبه عند حدوث الفعل. يبقى تاني يا شباب، ايه هو الحال؟ الحال اسم نكره منصوب بيبين هيئه صاحبه عند حدوث الفعل. طيب ملحوظه كمان، قال نسأل عنه بكيف. نسأل عنه بايه؟ بكيف. يعني الفعل اللي هيجي لي في الجمله، لان الحال ما بيجيش غير في جمله فعليه. نسأل الفعل بكيف يديني الحال. يعني مثلا ما اقول لك رأيت محمدا نشيطا. دي جمله فعليه، تمام كده؟ فيها حال ولا ما فيهاش حال؟ تعالى نمشي كده جمله جمله وكلمه كلمه. ادي رأى زي ما احنا متعودين، بسأل رأى من، ماذا، كيف، لماذا. يلا يا شباب، مين اللي رأى؟ انا بقول رأيت، انا اللي شفت. يبقى تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع ايه؟ فاعل. ماذا رأيت؟ انا شفت ايه؟ رأيت محمدا، يبقى دي مفعول به. كيف رأيت محمدا؟ انا شفت محمد كان عامل ايه؟ قال لي نشيطا، حال منصوبة. حال ايه؟ منصوبة. طيب يعني دي الحال. طب ما تيجي نطبق كده على التعريف. نشيطا ده اسم؟ اسم. نكرة؟ ما فيهوش ألف ولام ولا آخره ضمير ولا بعده ألف ولام. منصوب؟ منصوب نشيطا. بين هيئة صاحبه عند حدوث الفعل؟ بين شكل محمد لما أنا شفته، قال لي نشيطا. يبقى الحال اسم ونكرة ومنصوب بيبين شكل صاحبه عند حدوث الفعل. ايه شكل صاحبه؟ هو مين صاحب الحال هنا يا شباب؟ هو مين اللي نشيط؟ محمد. ومحمد ده بقول عليه صاحب الايه؟ الحال. وصاحب الحال ده لازم يجي معرفة. صاحب الحال يجي ايه؟ معرفة. طيب جملة تانية اقول لك سعى الطالب نحو هدفه مجتهدا. واسألك فين الحال اللي في الجملة؟ او طلع لي حال من الجملة. حضرتك احنا اتفقنا ان الحال ما بيجيش غير في جملة فعلية. الفعل بتاعي اسمه ايه؟ سعى. يلا نروح لسعى كده بسرعة. قلنا هنسأله بايه؟ بمن وماذا وكيف ولماذا. إجابة من على طول الفاعل. مين اللي سعى؟ قال لي الطالب، يبقى الطالب ده فاعل. ماذا سعى الطالب؟ في إجابة؟ لا. ليه ما فيش إجابة؟ لأن هنا ما فيش مفعول به، لأن الفعل سعى فعل لازم. طيب كيف سعى الطالب؟ هتقول لي نحو هدفه. أقول لك أيوه، هو إزاي سعى نحو هدفه؟ إزاي دي إيه؟ قال لي مجتهدا. فمجتهدا دي حال منصوبة. منصوبة بالإيه يا شباب؟ بالفتحة. حال منصوبة بالإيه؟ بالفتحة. فتاني، سعى الطالب نحو هدفه مجتهدا. بنسأل من وماذا وكيف ولماذا.
مين اللي سعى؟ الطالب. ماذا سعى الطالب؟ مفيش اجابه، يبقى هنا مفيش مفعول به، يبقى الفعل لازم. كيف سعى الطالب؟ قال لي نحو هدفه. ايوه، كيف سعى الطالب نحو هدفه؟ مجتهدا. يبقى اجابه كيف على طول بتبقى بالنسبه لي هي الايه؟ الحال، والحال دايما منصوبه. طيب ده احنا خدناه قبل كده. طيب نرجع بقى وناخد عندي ايه الجديد؟ انواع الحال. انواع الحال. ايه هي انواع الحال؟ قال لي الحال يا شباب 3 انواع: مفردة، وجملة، وشبه جملة. يبقى الحال ايه يا شباب؟ مفردة وجملة وشبه جملة. طب يعني ايه حال مفردة؟ قال لي ما كان كلمة واحدة. زي ما كنا كده بناخد يا شباب انواع الخبر، كنا بنقول الخبر ايه؟ مفرد وجملة وشبه جملة. كنت بقول لك يعني ايه خبر مفرد؟ كنت بتقول لي هو ما كان كلمة واحدة سواء دل على مفرد او مثنى او جمع. هي نفس الفكرة. الحال بتيجي مفردة يعني كلمة واحدة. الحال بتيجي مفردة كلمة واحدة، دلت على مفرد، دلت على مثنى، دلت على جمع، ما عنديش اي مشكلة خالص، بس هي كلمة واحدة. زي المثال اللي فوق، سعى الطالب نحو هدفه ايه؟ مجتهدا. مجتهدا دي كلها عبارة عن ايه؟ كلمة واحدة. وطالما كلمة واحدة يبقى مفردة. والمفردة دايما ايه؟ بقول عليها ايه؟ بتعرب ايه؟ حال منصوبة. واشوف العلامة بتاعتها. لو مفرد تتنصب بالفتح، جمع تكسير بالفتح، جمع المؤنث بالكسرة، جمع المذكر بالياء، المثنى بالياء، الاسماء الخمسه بالايه؟ بالالف، لان الاسماء الخمسه بترفع بالواو وتنصب بالالف تجر بالايه؟ بالياء. طيب الجمله، هتقول لي ما انا عندي نوعين من الجمل: جمله اسميه زي الخبر بالظبط يا شباب، زي انواع الخبر، وجمله فعليه. واتفقنا ان عشان الحال يبقى جمله اسميه او جمله فعليه زي الخبر بالظبط لازم يتصل بيها رابط، يكون فيها رابط. الرابط ده يربط ما بين صاحب الحال والحال. ايه هو الرابط؟ قال لي الرابط هنا شرط تتصل برابط. طيب الرابط ده بيبقى عباره عن ايه؟ قال لي بيبقى عباره عن واو اسمها واو الحال، او الضمير، او الاتنين مع بعض. يبقى شرط الحال الجمله انه يتصل برابط، يكون فيه رابط يربطه بصاحب الحال اللي قبله ويعود عليه ويعود عليه. طيب زي ايه؟ زي مثلا ما اجي اقول لك رايت العصفور وهو يغرد. الجملة فعلية زي ما بنعمل كل مرة، همسك الفعل أسأله بمن وإيه؟ وماذا. من، ماذا، كيف. مين اللي رأى؟ أنا اللي رأيت، يبقى تلاقي الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل. ماذا رأيت؟ العصفور، يبقى ده مفعول به. كيف رأيت العصفور وهو يغرد؟ يبقى دي حال. يبقى اما اسال بكيف يطلع لي الحال. طيب وهو يغرد، تعالى نمشي واحده واحده. هل دي كلمه واحده؟ كل دي كلمه واحده؟ دول 3 كلمات. حلو، طالما 3 كلمات يبقى عندي كده هو مش مفرد، هو يا جمله يا شبه جمله. طيب هل في رابط؟ قال لي ادي الرابط، ادي واو الحال، دي مش واو حرف عطف. طيب وكمان بعدها ضمير منفصل. يبقى كده في كام رابط؟ رابطين يا شباب اهم 2، واو الحال والضمير. يغرد ده فعل مضارع، والفعل ضمير مستتر، والجمله الفعليه في محل رفع خبر. طب ما هو ده اي ضمير منفصل احنا بنقول عنها تعرب ايه؟ مبتدا في محل
رفع مبتدأ، في محل رفع ايه؟ مبتدأ، واللي بعده خبر، فالخبر هنا جملة فعلية. والجملة الاسمية دي كلها وهو يغرد، كل دي تتعرب ايه؟ جملة اسمية في محل نصب حال. الجملة كلها في محل نصب الايه؟ الحال. فبعرف هنا واو الحال حرف مبني لا محل له من الإعراب، هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، يغرد فعل مضارع والفعل ضمير مستتر، والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ اللي هو، وجملة وهو يغرد كلها على بعضها الجملة الاسمية في محل نصب حال. طب أقول لك فين الرابط؟ تقول لي الرابط الواو والضمير، الرابط الواو هنا والإيه؟ والضمير. طيب مثلا أقول لك أبصرت طاووسا ريشه ملون. بقول لك فين الحال هنا؟ تقول لي عادي، أبصر هي ده الفعل، هسأله بإيه؟ بمن وماذا وكيف. مين اللي أبصر؟ أنا اللي أبصرت، أدي تاء الفاعل. ماذا أبصرت؟ طاووسا، أدي مفعول به. كيف أبصرت الطاووس؟ قال لي ريشه. طب أنا ينفع أقول ريشه وأسكت؟ ولا ريشه ملون على بعضها؟ ريشه ملون على بعضها، يعني ده مش كلمة واحدة فمش مفرد، ده جملة. طب كلمة ريش اسم ولا فعل؟ لا اسم، يبقى هنا دي جملة اسمية. جملة إيه؟ اسمية. طب فين الرابط؟ الرابط الهاء الضمير، لأن الهاء دي عايدة على مين يا شباب؟ على طاووس. يبقى تاني، الحال الجملة لازم يكون في رابط، الرابط ده يا إما واو الحال يا إما الضمير يا إما الواو والحال، الاتنين الواو والضمير مع بعض، يا الواو لوحدها يا الضمير لوحده يا الواو والضمير مع بعض. هنا فوق جاب لي واو ايه وضمير، هنا جابه لي ايه؟ الضمير بس. خلاص كده؟ طيب انا القاعده الاساسيه عندي بتقول ايه يا شباب؟ بتقول، ودي تحفظوها من هنا لغايه ما ايه تخلصوا تانية ثانوي ان شاء الله. بيقول ايه؟ الجمل واشباه الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. يعني إيه الجملة دي؟ عايز يقول لك إن الجملة تاني، الجمل وأشباه الجمل، الجملة سواء جملة اسمية أو جملة فعلية، وأشباه الجمل إحنا عارفين شبه الجملة اللي هي إيه؟ الظرف والجر والمجرور، برافو عليكم. يبقى الجملة الاسمية والجملة الفعلية وشبه الجملة لو جم بعد اسم نكرة يبقوا نعت، يبقوا في محل نعت، رفع بقى أو نصب أو جر. طيب ولو جم بعد اسم معرفة قال لي تبقى ايه؟ حال. طب ما تيجي كده نرجع هنا، بص الجملة دي كلها وهو يغرد إلا قبلها كلمة ايه؟ العصفور. هو العصفور ده معرفة ولا نكرة؟ قال لي لا معرفة، واحنا قايلين ان الجمل واشباه الجمل بعد المعارف احوال. طب بص هنا طاووس، ها هل ينفع اقول طاووس هنا حال؟ قال لي لا ما ينفعش، لازم اخليها الايه؟ الطاووس. رايته الايه؟ الطاووس. لان انا لو خليتها طاووسا هتبقى دي جمله نعت مش جمله حال. يبقى ابصرت الطاووس ريشه ايه؟ ملون. كيف ابصرت الطاووس؟ ريشه ملون. طب لو خليتها طاووس من غير الف ولام جت نكره بقت نعت. عشان كده قلنا نحفظ دي، الجمل واشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال. خلاص كده يا شباب؟ ركز وحات النبي ابوس ايد امك. تاني، لازم صاحب الحال يجي معرفه، لازم صاحب الحال يجي ايه؟ معرفة.
واللي بعده الجمله او الشبه جمله اللي هتيجي بعديه هتبقى حال. هتبقى ايه؟ حال. طيب كده احنا عرفنا ان في الحال مفرده اللي هو كلمه واحده ودايما بتبقى منصوبه. طب الحال الجمله اللي بتيجي جمله اسميه وجمله فعليه وشرط ان هي تتصل برابط. طب ايه الرابط؟ واو الحال والضمير او الاثنين مع بعض. طيب هنا بتكون ايه؟ قال لي بتعرب في محل نصب حال. الجمله دي بتبقى في محل نصب ايه؟ حال. قال لي طيب شبه الجمله. قال لي شبه الجمله، احنا عارفين ان شبه الجمله يا شباب زي ما خدنا قبل كده يا اما ظرف يا اما جر وايه؟ ومجرور. يا اما ظرف يا اما جر وايه؟ ومجرور. وشبه الجمله مش بيحتاج ضمير ولا بيحتاج رابط. الشرط بتاعه انه يكون صاحب الحال اللي قبله اللي هيقعد عليه الكلام انه يكون معرفه مش نكره، لانه لو جاي نكره هتبقى نعم. نفس الفكره اللي احنا قايلين عليها دلوقتي. طيب شبه الجمله هعربه ايه؟ قال لي بيعرب في محل نصب حال. طيب نرجع كده وناخد مثال. اقول لك ايه الفرق ما بين الجملتين دول؟ شاهدت الطالب يبتسم. شاهدت طالبا يبتسم. واقول لك ايه الفرق ما بين الجملتين. بص بقى يا سيدي، ادي شاهد وادي شاهد، الجملتين شبه بعض. اساله بايه؟ بمن وماذا وكيف. من، ماذا، كيف. اسال مين اللي شاهد؟ انا. ماذا شاهدت؟ الطالب. يبقى الطالب دي ايه؟ مفعول به. مين اللي شاهد؟ انا. ماذا شاهدت؟ طالبا، برضو مفعول به. مفيش اي اختلاف. لا في اختلاف. الاختلاف موجود فين؟ بص معايا كده، الالف والايه واللام. هنا في الف ولام وهنا مفيش الف ولام. ده معرفه انما ده نكره. يبقى جمله يبتسم دي احنا لسه قايلين الجمل بعد المعارف احوال. يبقى اقول له يبتسم في محل نصب حال. انما هنا في محل نصب نعت. ليه؟ لان النعت بياخد اعراب اللي قبله. ده منصوب يبقى ده ايه؟ منصوب زيه. خلاص كده عرفنا الفرق ما بين الاثنين. الحال بيجي في جمله فعليه، اسال الفعل بكيف يديني الحال. لو الحال كلمه واحده تبقى مفرده. طيب حال ممكن تكون جمله اسميه او جمله فعليه. طيب الحال هنا جمله اسميه ولا جمله فعليه؟ لا جمله فعليه. طب مين شاطر يقول لي الرابط فين هنا في الجمله؟ فين الرابط؟ ما هو ما عنديش واو وما عنديش ضمير. لا ثواني، ما هو يبتسم فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه. هو مين اللي هيبتسم يا بيه؟ هتقول لي الطالب. هو في طالب بعد يبتسم؟ لا. يبقى الرابط الضمير المستتر اللي هو تقديره ايه؟ هو. تقديره ايه؟ هو في الجمله. يبقى يبتسم فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه. هو الفعل ضمير مستتر تقديره هو. والجمله الاسميه في محل نصب حال. اقول لك فين الرابط؟ تقول لي الضمير المستتر ده الرابط اهو. يبقى جالي اسم معرفه بعد جمله فعليه وفيها الرابط ممكن يكون ضمير ظاهر او ضمير مستتر. طب ضمير ظاهر زي ايه؟ بص معايا الجمله دي. لما اجي اقول لك خرج المعلمون مثلا ايه؟ يلعبون مع الاطفال. يلا بينا زي ما اتفقنا. ادي خرج، نساله بايه؟ بمن وماذا وكيف ولماذا.
مين اللي خرج؟ المعلمون، فاعل. ماذا خرج؟ خلاص ده فعل ايه؟ لازم مش متعدي، مفيش مفعول به. طيب يلعبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. حلو. واو الجماعة دي عشان ده فعل من الأفعال الخمسة، ضمير مبني في محل رفع فاعل مع ظرف منصوب. الأطفال مضاف إليه. والجملة الفعلية كلها في محل نصب حال. طب ليه حال؟ ما احنا قايلين ايه اللي قبلها صاحب الحال جه ايه؟ معرفة. يبقى صاحب الحال امتى؟ لو جه معرفة يبقى الجملة اللي بعده حال، جاي نكرة تبقى الجملة اللي بعده نعت، ودي انواع الايه؟ النعت. يبقى دي في محل نصب ايه؟ حال. طيب والرابط واو الجماعة، الرابط هنا ايه؟ واو الجماعة. خلاص كده يا شباب؟ طيب لو رجعنا بقى تاني، لسه قايلين الحال هنا فيه شبه ايه؟ جملة. شبه جملة ممكن تكون ظرف أو جر ومجرور. طب ما تيجي ناخد أمثلة عليها. أقول لك إيه؟ تطير الطائرة بين السحاب. تطير من؟ ماذا؟ كيف؟ مين اللي هتطير؟ الطائرة. ماذا تطير؟ مش هينفع أقول بين السحاب، يبقى هنا الفعل لازم. كيف تطير الطائرة بين السحاب؟ بين ده يا شباب ده ظرف، وطالما الجملة جت ظرف بعد معرفة يبقى دي ايه؟ شبه جملة. ده شبه ايه؟ جملة. يبقى شبه الجملة في محل نصب حال. يعني أنا هعرف بين ظرف منصوب علامة نصبه الفتحة والسحاب مضاف إليه، لأن أي ظرف بعده مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة. وشبه الجملة في محل نصب حال. في محل نصب ايه؟ حال. طب اخدها جر ومجرور ازاي؟ اقول لك وقف العصفور على الغصن. يلا وقف. مين اللي وقف؟ من؟ ماذا؟ وكيف. مين اللي وقف؟ العصفور، ده الفاعل. ماذا وقف؟ فعل لازم. كيف وقف العصفور؟ على الغصن. كيف وقف العصفور على الغصن. يبقى ده شبه جملة اللي هو جر وايه؟ ومجرور. هنا كنت بقول الظرف بس، هنا الجر والايه؟ والمجرور مع بعض في محل نصب حال. في محل نصب ايه؟ حال. تمام يا شباب؟ يبقى الحالة عندي مفردة وجملة وشبه جملة. الحالة المفردة هي الكلمة واحدة. الجملة ممكن تكون جملة اسمية أو جملة فعلية، بس ليهم شرط. إيه الشرط بتاعهم؟ يتصلوا، بيكون فيهم رابط أو ضمير يعود على صاحب الحال. ممكن يكون الرابط ده هو واو الحال أو الضمير، أو الواو والضمير مع إيه؟ مع بعض. تمام؟ طيب أنا في الامتحان بقى هتعامل إزاي مع الحال؟ أنا عايزك تدور على التالي: جملة فعلية. أول حاجة ندور على إيه؟ كيف تستخرج الحال. ركز معايا، ازاي اطلع الحال؟ بص يا كابتن، خليك كده. كيف؟ ازاي؟ طب ما هو كده ايه؟ انا هطلع حال، صح كده؟ طيب ازاي هستخرجه؟ قال لي اول خطوه نبحث عن جمله فعليه. ليه هدور على جمله فعليه؟ عشان الحال مش هيجي غير في جمله فعليه. طيب بعدين الخطوه الثانيه قال لي في الجمله الفعليه ندور على اسم معرفة، سواء كانت المعرفة بالألف واللام أو بالإضافة. بالألف واللام أو بالإضافة. بعد كده
الاسم المعرفة ده يكون بعديه حاجة من الأربع حاجات دول. اسم معرفة يجي بعده فعل، أو يجي بعده اسم آخره ضمير يعني متصل بضمير، أو هيجي بعده ظرف، أو يجي بعده جر ومجرور. والله لو جاي فعل يبقى ده حال جملة فعلية. طيب لو جاي اسم آخره ضمير تبقى حال جملة اسمية. طب لو جاي ظرف أو جر ومجرور هتبقى حال شبه جملة. هي دي يا شباب ببساطة الحال وأنواعها. يبقى الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحبه عند حدوث الفعل. الحال بيجي في جملة فعلية بسأل عنه بكيف. خلاص يبقى بيجي في جملة فعلية وأسأل عنه بإيه؟ بكيف. لو طلع الحال كلمة واحدة مفردة منصوبة يبقى ده الحال إيه؟ مفردة خلاص. طيب لو جاي بقى فعل أو اسم آخره ضمير أو ظرف أو جر ومجرور والاسم اللي قبله معرفة اللي أنا هدور عليه، يبقى لازم كده دايما صاحب الحال يكون معرفة. طيب في صاحب الحال يجي نكرة بس حاجات مالكوش دعوة بيها. خلاص كده دي مالكوش حاجة دعوة بيها خالص ومش عندكم في المنهج. أنا كل اللي بدور عليه اسم معرفة بعديه يا إما فعل يا إما اسم آخره ضمير يا إما ظرف يا إما جر وإيه؟ ومجرور. ده اللي أنا عايزك تدور عليه. والحال دايما يا إما منصوبة يا في محل إيه؟ نصب. لو جملة أو شبه جملة تبقى في محل إيه؟ نصب. خلاص كده يا شباب؟ هو ده درس الحال ببساطة والدنيا أسهل مما تتخيلوا. وتابعوا معانا عشان نشوف أسئلة كتاب الامتحان مع بعض على درس الحال، وأشوفكم على خير بإذن الله ومرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.